بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا اللقاء، لقاء الإيمان مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، الداعية الإسلامي الكبير. فضيلة الشيخ، سمعت في أحاديث فضيلتكم عن عدة المرأة، وأن المتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 أيام. نعم. العدة جعلت لاستبراء الرحم حتى لا يرد على المحل زوج آخر وفيه بذرة توخى، ما يسقيش ماء زرع غيره، فمعمولة لبراءة الرحم. براءة الرحم يعني ان ما فيش فيه ولد. ولكن وقد تطور العلم، أصبح العلم قادر اليوم أن يقف على حقيقة ما برحم المرأة إذا كان هناك بداخلها ما هو كمان ما عملش المرأة بهيمة، يعني سابت واحدة النهاردة وديها له بكرة، ما عملهاش بهيمة. إذا هناك اعتبار طبعا اعتبار كبير، وإلا ما يبقاش 3 حيضات، ده أنا بعملها 3 حيضات. نعم. معناها أن أنا بأطيل أمد الإبقاء. نعم. مش بس عشان استبراء رحم. نعم. وأيضا طيب إذا كان هذا، فالمرأة التي بلغت سن اليأس ولا تحمل اديتها 3 أشهر ليه؟ اديتها زمن ال3 حيض. ليه؟ إذا وجد عند واحد بنت في بيته والبنت جميلة وفي شاب كده عمال يحوم حول البيت كده ماذا يكون موقف الأب؟ ماذا يصنع؟ قطعا ايه طبعا شيء يجاب. يعني يعمل ايه؟ يعني ينبسط ولا يزعل ولا يعمل له معركه وياه ولا يقطع رجله ولا يعمل ايه يعني؟ ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ انت بقول لك، انا بسالك اهو. انا بسالك انت عشان ما يلم بنته. ايه؟ يلم بنته. ايه؟ يلم بنته. ما تطلعش لا تعمل كده ولا كده. اكرهه ولا احبه؟ اكرهه. واحاول ان اضره ولا لا؟ نعم. فاذا جاء وخبط على الباب، مش بس من الشارع، وقال لي يا عمي انا عايز بنتك اتجوزها، ماذا تصنع؟ احبه. شوف الفرق بقى، ايه الفرق بين دي ودي؟ لانني باخدها بطريق الله امام الناس جميعا، وديك بقى اتلصص على الارض. ده الاب والام لما ما يجيش حد يخبط على الباب ويقولوا مش عارف ايه، تبقى كارثه في البيت، ويروحوا لده يقول له اقرا نفك البيت عائتها تنفك. خلاص. يبقى لما النبي يقول جدع الحلال انفى الغيره، يعني الراجل اللي بيغار على بناته لما يجي واحد يقول له اديني البيت تتجوزها، الغيره بتاعته انجدعت، وهو اللي زغرط وهو اللي انبسط وهو اللي قال. يبقى جدع الحلال انفى الغيره. ليه بقى؟ لانني خدتها بامر من خلقها وخلقني وجمعني وجمعها. خلاص. نعم. اذا فكلمه زوجني وزوجتك تصنع في النفس البشريه تخديرا من الغيره، بالعكس يفرح وينبسط. خلاص. نعم. طيب فاذا جاءت فطلقت، انفسخت دي ولا ما انفسختش؟ هل بتنفسخ العلاقه دي على طول كده، ولا بيفضل السيال الحناني او العاطفي او الجنسي اللي ما كان موجود الاول باقي؟ نقوم نمرر عليه مده طويله لحد ما الدم يهدى وكل واحد يبعد عنها. طبعا قوي. طب واللي متوفى عنها زوجها زودناها ليه؟ أم قال لك لأن الطلاق بيبقى عن كره وتكرهه، الكره يزائد على إماتة ولكن الوفاة ما تبقاش عن كره، تفضل برضه صاحية وتحن له، فعايزة مدة طويلة علشان إيه؟ تهدأ هذه المسألة وكل واحد يروح لحاله، والغرائز دي تفضل كده والغرائز دي تفضل كده. فضيلة الشيخ، إذا كانت الفتاة موجودة بمفردها في منزلها، فهل يشترط وهي تؤدي الصلاة أن يكون لأن أنت فرضا اللي بيشوفها الناس ساعة ما بتيجي الله يراها
والملائكة اللي في حوزتها تراها. فلا بد أن يكون الجسد كله مغطى. كله. فضيلة الشيخ، هل الروائح العطرية ممنوعة فعلا أثناء الصيام؟ أنا لا أرى فيها مانعا أنا شخصيا، لأن الممنوع الإمساك عن الطعام والشراب. فضيلة الشيخ، أرجو أن تحدثني عن سؤال القبر. بعض الناس ينكر سؤال القبر، بعض الناس لا زال ينكر. لماذا؟ ما وجه إنكاره؟ ومن قال أن القبر أن سؤال القبر أو عذاب القبر مشهدي، ده أمر غيبي لا حجة فيه إلا من أخبر به وهو الله أو الرسول. نعم. والأمور الغيبية ملاش مشهدية. ما جاءنا أحد يخبره أنه من مات في جنة أو في نار، ما حدش قال. أمر غيبي، والأمر الغيبي إيمانه السماع، سمع من المشرع، فهمت ولا ما فهمتوش؟ نعم. نعم. لا طب لما نيجي نقول كده الفلاحة بقى اللي بيقولوا الكلام ده، أيوة. نقول له فسر لي القرآن. أيوة. قال الله في صدد قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فسر لي بقى الآية دي يا اللي بتقول ما فيش لا قبر ولا في كلام من أهو. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. يبقى العرض في الغدو والعشي قبل الساعة ولا بعدها؟ ها؟ وبقول ويوم تقوم الساعة أدخلوا، يبقى إيه؟ يبقى العرض إمتى؟ بعد. ها؟ بعد إيه؟ قبل قيام الساعة. قبل متى؟ في الدنيا ولا في طب هل عرض قوم فرعون قبل أن يموتوا على النار غدوا وعشيا؟ بعد موتهم. ها؟ بعد موتهم. الله، ما تجاوبش بقى. هل عرضوا هم صحيين؟ لا. يبقى إذا لم يعرضوا هم صحيين ويوم تقيم الساعة يحصل دخول، يبقى ما مكان العرض من الزمن؟ في القبر. أخوة الإيمان في كل مكان من العالم الإسلامي، كان هذا اللقاء لقاء الإيمان مع الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. من خلالها تعرضنا إلى كثير من الأحكام وكثير من المشاكل التي تعترض الشباب وتعترض أفراد الأسرة في كل موقع وفي كل مكان. لعل وعسى نكون قد وفقنا في الكشف عن الكثير من هذه الأحكام والرد على كثير من الاستفسارات. وفقنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.